اهلا بيكم. النهارده هعمل لكم سمك المكريل بخلطه لذيذه قوي وتتبيله حلوه قوي. هنعمله كده مشوي في الفرن. طريقه جميله خالص ولذيذه وطعم مش قادره اقول لكم على طعمه، بقى طعمه حكايه، طعمه يجنن. بالزيت بقى، زيت وليمون، هتاكلوا احلى سمك مكريل. هنعمله سنجاري زي ما انتم شايفين كده بالحشوه الجميله دي معايا بقى كده، وهوريكم الطريقه الحلوه السهله اللي مش هتاخد معاكم وقت خالص. يلا مع بعض نبدأ ونشوف طريقتنا النهاردة. عندي هنا السمك المكريل مفتوح سنجاري زي ما انتم شايفين كده. طبعا غسله بالملح والليمون كويس قوي، ومنشفاه بعد ما صفيته من المية بتاعته، بعد ما شطفته ونشفته كويس. عندي فلفل الوان، الفلفل الموجود المتاح عندكم. عندي هنا عصير ليمون حوالي 5 أو 6 ليمونات كده حلوين. عندي هنا جزراية كبيرة مبشورة. عندي بقدونس وكزبرة مع بعض. وعندي طبعا معلقتين توم كبار. هبدأ هنا أتبل التوم. عندي هبدأ أحط التوابل بتاعتي على التوم. حطيت طبعا معلقتين كمون، انتوا عارفين السمك بيحب الكمون جدا. حطيت معلقة بابريكا، حطيت شوية بهارات سمك، هحط شوية خل، وطبعا شوية من الليمون ده مع شوية زيت، وهقلب التتبيلة كده مع بعض، وهبدأ أتبل بيها السمك زي ما انتم شايفين كده. قلبتها كويس، وبعدين هجيب السمك بتاعي كده وأبدأ أتبله زي ما انتم شايفين بالمنظر ده كده. زي ما انتم شايفين التتبيلة شكلها جميل جدا وحلوة قوي، وهتدي طعم لذيذ جدا للسمك بالشكل اللي انتم شايفينه كده. بفردها كويس قوي على السمكة، وهتبل باقي السمك وهبقى ارجع لكم تاني. خلاص كده تبلت السمك كله عندي. هبدأ بقى كده اركنه على جنب شوية لغاية لما اقلب بقية الخلطة كده مع بعض. بفضي هنا الفلفل عندي، وبعد كده الجزر، الخضرة، بقدونس مع الكزبرة، وبحط عليها باقي تتبيلة الثوم اللي انا كنت عاملاها. كمان هحط عليها شوية زيت. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعض، كل الخضار ده كده مع بعضه. وبعدين هبدأ بقى اجيب السمك عندي هنا، وهبدأ احط له الحشوة بتاعة الخضار. طريقة لذيذة وسهلة قوي وصحية. طبعا مش قالينه بزيت ولا حاجة، يا دوبك بس هي رشة زيت زي ما انتم شايفين كده، حتى الزيت مش كتير يعني. وطبعا مع الليمون بقى مع الثوم حاجة كده لذيذة قوي بجد، بتدي طعم حلو قوي للسمك. طبعا انا سايباه شويه في التتبيله بتاعه الثوم، فطبعا هتديله طعم لذيذ جدا. وكمان الخضار ده هيبقى حاجه كده لذيذه وصحيه، وهيبقى وجبه متكامله كده. انا خلصت عندي كل السمك بتاعي بالحشوه الحلوه دي، وبعدين باقي الليمون اللي فضل عندي ببدا ارشه هنا على السمك مع ترنشات ليمون. طبعا انا مقطعه مجهزه عندي ترنشات ليمون، هبدأ برضه اوزعها كده على السمك بتاعي. والليمون ده لما بيستوي كمان بيبقى طعمه جميل جدا على فكرة. كده خلاص هبدأ بقى احطها رشة بس كمون كده على الوش. طبعا السمك انتوا عارفين بيعشق الكمون يعني حتى له كمون كويس جدا، ومع ذلك برضو بحب ارش رشة كده على الوش. هدخله الفرن بقى على درجة 200، بياخد في الفرن من نص ساعة كده لساعة الا ربع، واطلعه بيبقى شكله زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، ولا اروع ولا اطعم من كده.
لازم تجربوه بالطريقة الحلوة دي. كمان طعم الخضار بقى مش قادرة اقول لكم حلو جدا، وطعم السمك يجنن. بألف هنا وشفا على قلوبكم. بشكركم جدا على متابعتكم وعلى تعليقاتكم، اتمنى تجربوه وان شاء الله باذن الله يعجبكم. ودايما يا رب كده في انتظاركم وانتظار تعليقاتكم الحلوه. ويا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم على خير يا رب دايما في فيديو جديد ووصفه جديده.